غنسولك واحد السؤال. لا. كتصوم رمضان السي احمد؟ هذا امور شخصيه، يعني قبل ما تسولني على رمضان سولني على المعتقد كاع بشكل عام. احمد ما جاوبتينيش على السؤال ديالي، ولكن غندوز. السي احمد غنسولك واحد السؤال ربما محرج وربما امور كيطرى عليك. لا. كتصوم رمضان السي احمد؟ هذا امور شخصيه، يعني خاصك قبل ما تسولني على رمضان سولني على المعتقد كاع بشكل عام، لان الامور مرتبطه. ما غاديش يمكن لك تصوم رمضان لان المجتمع صايم، وما غيمشي يمكن لكش تمشي كتصلي فقط لان الجماعه غادا كتصلي. لا يمكن. لما كيكون هناك اقتناع مبدئي، اقتناع شخصي، كتكون الممارسه ديال الشعائر. ولكن اللي عندي انا مهم جدا واساسي هو أن ممارسة الشعائر الدينية يفهموها الناس على أن الهدف منها هو السمو بالنفس الإنسانية، يعني المقاصد. يعني تطهير الشخصية وتهذيبها من الناحية الخلقية باش العلاقة مع الناس تكون مزيانة. ولهذا أنا شخصيا كنعتبر بأن الإنسان الخلوق اللي علاقته مع الناس مزيانة وإنسان وطني وكيخدم بلاده بإخلاص ما كيبقاش مهم المعتقد ديالو. لان في العصر ديالنا علاش كيسولوا الناس؟ ما بقاوش الناس كيسولوا على المعتقد، ولاو كيسولوا على العمل، وهذا هو الاساس. لان عندنا بزاف ديال الناس عندهم فائض في الايمان لدرجه الغلو والتشدد، ولكن على المستوى العمل ما كاين والو، زائد نسبه كبيره من الكراهيه اللي كتنشر واحد الطاقه سلبيه. لا، خصنا ننشروا طاقه ايجابيه. فهذا هو الاساس. انا كنعتقد بان في الرقعه ديالنا الجغرافيه ديال شمال افريقيا والشرق الاوسط كاين هذا المشكل هذا ديال اننا حولنا المعتقد وحولنا الشعائر الى مناخ سلطوي، وهذا ماشي مزيان، ما كيساهمش في تطور البلدان، وكيخلق مناخ ما فيهش المعرفه، فيه الخوف. والمناخ ديال الخوف عمره ما كيبني ديمقراطيه وتنميه حقيقيه. سي احمد ما جاوبتينيش على السؤال ديالي، ولكن غندوز.